نبدأ بسم الله. هنعمل النهاردة أفكار حلوة قوي من الجنس. لو عندك جنس قديم وبتحبي إعادة التدوير، النهاردة عندنا فكرتين أحلى من بعض من الجنس القديم. ده بنطلون جينز، أخدت جزء من رجل البنطلون كده، الطول اللي أنا هعمل على قده المقلمة. احنا هنعمل مقلمة، فانتي هتاخدي الطول على قد المقلمة كده. هتني الرجل بالعرض كده، وهبتدي أساوي الجنبين. هحط الجنب على الجنب كده علشان يبقى نفس المقاس. لو في اي زيادة كده من الناحية التانية هنشيلها برضو بالمقص. بعد كده هنركب السوستة، هناخد مقاس السوستة كده. بعد كده هنفصل الجنبين بتوع السوستة من بعض، هنركب كل جنب لوحده. انا هأخر السوستة عن الحرف بشوية علشان تبقى متدارية كده وشكلها كويس. الجنب بتاع البنطلون ده كده كده متني، الجنب التاني مش متني، فانا هتني الجنب كده واحط عليه السوستة، فهو هيتني وتركب السوستة في نفس الوقت. بعد ما هنركب جنبين السوستة، هنركب المجرى بتاعة السوستة بالشكل ده. هنرجع نقلب المقلمة بتاعتنا وهنقفل الجنبين، هنخلي السوستة في النص وهنقفل الجنبين. كل جنب هقفله. بعد ما هقفله هشيل اي زيادة من القماش علشان يبقى الشغل معايا نضيف ومفيش اي زيادات طالعة او شكل مش كويس. هنساوي الجناب بالشكل ده. هقفل الجنب التاني. تقدري على فكرة لو مش عندك مكنة تقدري تعمليها على ايدك خياطة يدوي. تجيبي ابرة متينة شوية وتصغري الغرزة او تعدي صفين خياطة على بعض، هتبقى متينة جدا معاكي. قبل كده انا كنت بعمل لكم افكار من غير مكنة عادي. هنيجي بقى للزوايا وهنعكسها بالشكل ده. كل زاوية هنقفل منها حوالي سنتي ونص. كل زاوية هنقفلها بالشكل ده. هنشيل الزيادة برضو بالمقص بالشكل ده. الزاوية التانية، الاربع زوايا هنعملهم بنفس الطريقة. هنقفل كل زاوية ونشيل الزيادة بتاعتها بالمقص كده. انا خلصت الاربع زوايا. هنعدل المقلمة بتاعتنا كده. المقلمة خلصت معايا. يلا بقى نحط لها تزيين. لو هي البنت ممكن تعملي لها فيونكات ورد، لو هي الولد ممكن تختاري تيكت زي او بادج مثلا من هدوم قديمة برضو زي البادج اللي معايا ده، كان من نفس البنطلون. هركبه على المقلمة بالشكل ده كده. ما استخدمناش اي حاجة من بره خالص غير هي السوستة بس. الجنس بتبقى حلوة قوي. المقالم الجنس بتبقى جميلة جدا على فكرة. المقالم غليت قوي، فالافكار دي بجد مفيدة وشكلها زي الجاهزة بالظبط، ما تفرش عنها حاجة، بل بالعكس دي والله شكلها احلى بكتير ومتينة وجميلة جدا. بصوا بقى بتشيل قد ايه. انا لميت بقى، بص حطيت لكم فيها المقص والقطر، كل حاجة كانت معايا علشان بس اوضح لك قد ايه بتشيل كتير. دي الاقلام كلها اللي كانت عندي، ممكن كمان في زيادة تشيل قدهم مرة كمان. يعني ادوات الادوات كلها هتتحط فيها مرتاح كده وجميلة. شكلها حلو جدا، بسيطة وجميلة وما تفرقش حاجة عن الجاهزة. فكرة بجد هتوفر عليكي كتير. الفكرة التانية، انا هاخد الجزء اللي فوق ده من البنطلون. كان عندي كنت برضو عاملة افكار من البنطلون ده، من رجلين البنطلون، واتبقى الجزء ده. فانا هاخد الظهر اللي هما الجزء بتاع الجيبين البنطلون اللي ورا، وهتنيه على بعضه بالشكل ده. وهبتدي برضو اساوي الاحرف بالمقص. لو مش هتقدري تساوي خط مستقيم لوحدك كده، ممكن تجيبي مسطرة وتعلمي وتقصي. هناخد زاويتين قايمتين من غير قياس كده، من غير قياس خالص، زاويتين قايمتين كده صغيرين من الجنبين دول بالشكل ده. هنقلبه وهنقفل الجنب. طبعا في جنب مقفول وجنب مفتوح. انا هقفل الجنب المفتوح على المكنة وهقفل القاعدة. هنفتح الجزء ده من الكمر في النص بالظبط بالشكل ده علشان لما اجي اركب السوستة يبقى تركيبها سهل معايا.
نقفل الجنب المفتوح والقاعدة، وبعد كده هنقفل الزوايا. بس طبعا اما بنيجي نقفل الزوايا بنعكس الاتجاه بتاعها. هاجي بقى على الزاويتين وهفتحها بالشكل ده وهقفل كل زاوية لوحدها. كده قفلنا الزوايا وقفلنا الشنطة كلها. نعدلها بقى بالشكل ده كده علشان نشوف شكل الزوايا والظبطة بتاعتها. ده الجزء اللي انا ماسكاه ده اللي هو رجل البنطلون من تحت، رجل بقى اي بنطلون. هاخد الجزء المتني بتاع الرجل ده وهشيل الزيادة على الحرف بالظبط بالمقص. فدي هتبقى اليد بتاعتي. كده عملنا الحزام اللي هو اليد بتاع الشنطة من غير بقى ما نتني ولا نعمل حاجة. بصوا طلع مظبوط جدا اهو. الرجلين بتوع البنطلون عملوا لي اليدين. هنشيل الحلقات بتاعة البنطلون بالشكل ده وهنركب اليد. كل يد هنظبط على المقاس بتاعها. لما هنيجي نركب اليد هنركبها بالشكل ده، هنمشي عليها على الاربع اتجاهات علشان تبقى متينة ويبقى الشكل معايا برضو متقفل كويس. اليدين هركبهم بنفس الطريقة، ولما اخلص اليد الاولى هعمل اليد التانية تبقى قصادها بالظبط علشان تبقى يعني اليدين قصاد بعض. نيجي بقى لتركيب السوستة. انا كده ركبت اليدين. هنركب كل جنب من السوستة على جنب من البنطلون. لما انا فتحت جزء من كمر البنطلون في النص زي ما قلت لكم، ده سهل معايا جدا تركيب السوستة. وهرجع برضو اقفلهم تاني بس بعد ما اركب السوستة، يبقى احنا قفلناهم مع اطراف السوستة. هنا بقى اهو هقفل الجزئين اللي انا كنت سايباهم مفتوحين او اللي انا فتحتهم مع طرف بتاع السوستة. فده هيبقى افضل معاكي جدا في تركيب السوستة الشكل وبعد كده في الاستخدام. نيجي بقى لمرحلة ان انا هعمل اي شكل جمالي بقى فيها. انا هركب لها الشريط ده، شريط كروشيه كده حلو قوي. ممكن تركبي شريط جوبير، ممكن تركبي اي شريط تزيين انت حباه. ممكن برضو نسيبها سادة عادي جدا. ده الشكل النهائي بتاعها. يا رب تكون الفكرتين دول عجبوكم ويكونوا سهلين كده وتبقوا تنفذوهم. واستنوني ان شاء الله في الافكار الجاية. باي باي.